طالب مكتب المدعي العام للمحكمة في إسبانيا بسجن المدرب الحالي للمنتخب المغربي النسوي خورخي فيلدا، والمدرب السابق للمنتخب الإسباني النسوي الذي توج معه بكأس العالم. وتورط فيلدا في القضية التي أحدثت ضجة كبيرة السنة الماضية، حين قام لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتقبيل اللاعبة هيرموسو بعد التتويج بكأس العالم. ويرى مكتب المدعي العام أن مدرب المنتخب المغربي النسوي متورط هو وروبياليس وروبين ريفيرا مدير التسويق السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، وألبير لوكي المدير العام السابق للمنتخب الإسباني رجال، ووجهت لهم تهمة جريمة الإكراه، حيث طالبت مكتب المدعي العام بالسجن في حقهم لمدة 1 و6 أشهر. وجاء تورط فيلدا مدرب المنتخب المغربي في القضية بعد أن حاول روبياليس إقناع اللاعبة بالاعتراف بأن القبلة كانت برغبتها، وهو الأمر الذي رفضته، ليقرر حينها الرئيس السابق الضغط على المقربين منها ليدخل فيلدا على الخط. وحينها حاول إقناع شقيق اللاعبة هيرموسو بأنها إذا لم تدلي ببيان علني فستكون هناك عواقب سلبية عليها. شكرا على المشاهدة إخواني أخواتي، فضلا وليس أمرا ساهموا في نشر القناة، الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، ولا تنسوا آراءكم في التعليقات.